السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب. وصلنا معكم لدرس مساحة المثلث. مساحة المثلث هو الدرس الثاني من دروس الوحدة التاسعة. طبعا مساحة المثلث له قانون أساسي، ومن خلال هذا القانون الأساسي بدنا نستنتج أيضا قانون، وبالتالي في عنا ثلاث قوانين مهمة جدا لازم نحفظهم بهذا الدرس. أول شيء، لنفرض عنا مثلث بهذا الشكل، مثلا هذا مثلث. لنفرض هذا مثلث وهي زاوية قائمة. طبعا هذا المثلث مؤلف من ايش؟ مؤلف من قاعدة وارتفاع. يعني مثلا لنفرض هي القاعدة اللي هي بي، رمزها بي، والعمودي عليها هو الارتفاع اتش. فشو بتكون مساحته هاد؟ قال المساحة هي عبارة عن A يساوي نص ضرب B ضرب اتش. هذا القانون الأساسي، هذا القانون الأساسي اللي بيحسب لنا مساحة المثلث. طيب، تتذكروا الدرس الماضي لما أعطيتكم درس متوازي الأضلاع؟ قلنا إنه في عنا كان بمتوازي الأضلاع قانون أساسي بيحسب المساحة، وتفرع عنه قانونين بيحسبوا لنا القاعدة والارتفاع. نفس الشيء هون، هذا القانون الأساسي كمان راح يتفرع عنه قانونين. شو هدول القانونين؟ قانون بيحسب لنا القاعدة في حال طلب مننا إيجاد القاعدة، وقانون بيحسب الارتفاع في حال طلب الارتفاع. أول شيء بالنسبة لقانون القاعدة شو هو؟ بنقول B يساوي القاعدة تساوي، بنحط 2 ضرب A على إيش؟ على الارتفاع. هذا في حال المسألة ما طلب المساحة، طلب القاعدة. طيب في حال طلب الارتفاع، بنروح بنقول الارتفاع H يساوي 2 كمان ضرب A على B. هذول ثلاث قوانين لازم نحفظهم لهذا الدرس. ايمتى بنستخدم كل واحد؟ لما بيطلب المساحة بنستخدم أول واحد. لما بيطلب المساحة، لما بيكون المطلوب بالمسألة المساحة بنستخدم هذا القانون. في حال كان المطلوب هو القاعدة بنستخدم مين؟ نستخدم قانون القاعدة. في حال كان طالب الارتفاع فبنستخدم قانون الارتفاع. الدرس كله قائم على هدول الثلاث قوانين. طيب خلونا نبدأ بحل مسائل وما نضيع وقت. بنروح على تمارين ذاتية. والسؤال الأول قال أوجد مساحة كل مثلث. نجي أول شيء على المثلث الأول. المساحة، طالما المساحة فبدنا قانون المساحة. بنقول A يساوي نص ضرب B. طبعا فينا نحط إشارة الضرب، فينا ما نحطها لأنه الرموز بنحسن نحطهم بدون إشارة ضرب. طيب، معناتها نص ضرب B ضرب H يساوي، بحط النص. شوفوا لي هالرسمة هي، وين القاعدة؟ ملاحظة دائما القاعدة والارتفاع بيكونوا عموديين على بعض. فمثلا هذا المثلث ما بصير ناخذ القاعدة هي. ليش؟ لأنه هذا الضلع ما في شيء عمودي عليه، وبالتالي ما بحسن باخذ القاعدة. مين باخذ القاعدة؟ قال باخذ القاعدة هي. ليش؟ لأنه هي في إلى عمود عمودي عليها، وبالتالي في عندي قاعدة وارتفاع متعلقين في بعض. فباخذ القاعدة. ايش قد طولها هي القاعدة؟ بنعد 1 2 3 4 5 6، طولها 6، طولها 6. فبحط هون ضرب البي، بحطها 6 ضرب الاتش. ايش قد الاتش؟ طبعا اتش بيكون متعلق في القاعدة، عمودي على القاعدة، وبالتالي هو هذا الخط. 1 2 3 4 5 6 7 8، معناها طوله 8. يساوي، كيف بدي أحسبها هي؟ بلاحظ الستة والاثنين بتقسموا، هي فيها ثلاثة وهي فيها واحد، وبالتالي بيطلع معنا 3 ضرب 8 24. 24 وحدة مربع، وحدة مربع. طيب اللي بعده، المطلوب المساحة. بقول A يساوي نص بي اتش. يلا بنزل النص البي. القاعدة مين القاعدة؟ طبعا القاعدة هي اللي هي 24.8 ضرب الارتفاع. الارتفاع ده يكون عمودي على القاعدة، هذا هو العمودي على القاعدة. ايش قد هذا 16. يساوي، لاحظوا معي في عندي 16 والاثنين في اختصار، هي فيها 8 هي فيها 1. بضل عندي 24.8 ضرب 8. بقول 24.8 ضرب 8. 8 ضرب 8 64. 8 ب 4 32 و6 36. 4 في 8 في 2 16 و3 19، بيطلع معنا الجواب 1900.
في هون فاصلة، فبنعد الرقم ونحط الفاصلة، فبطلع 196.4. هون الوحدة القياس بالسنتيمتر، معناتها بحط سنتيمتر للتربيع. اللي بعده، كمان نفس الأمر، بقول A يساوي نص ضرب B ضرب H، ويساوي نص ضرب البي باخده مين؟ باخده هاد، لأنه هذا في له ارتفاع متعلق فيه، معناتها هاد، معناتها بقول 41.5. اختصارا خلينا نحوله لكسر ونحطه، اتفقنا لأنه لازم نحوله لكسر. فبضرب ال 41 في 2، 82، و1 83، فبصير 83 على 2. ضرب الاتش، ايش قد الاتش؟ 36. يلا بنختصر. 36 على 2 فيها 18، و2 على 2 فيها 1. كمان نفس ال 18 على 2 فيها 9، وعلى 2 هي فيها 1. فبيصير في عندنا 83 ضرب 9. 83 ضرب 9، هي 83 ضرب 9. 9 في 3 بيطلع معنا 27. 9 في 8 72، و2 74، معناتها 774. 47 عفوا، متر مربع، لأنه وحدة القياس هون بالمتر. اللي بعده، قال أوجد البعد المجهول في كل مثلث موصوف. هون بده البعد المجهول. لاحظوا شلون السؤال الرابع أعطانا الارتفاع اللي هو H، وأعطانا A. شو المجهول؟ معناها المجهول مين؟ هو B. وبالتالي هون أنا بدي أستخدم قانون البي، يعني القاعدة. فشو كان قانون البي؟ بي يساوي، قلنا 2A على إيش؟ على H. وبعوض ويساوي، بحط 2 ضرب ال A هي 245، ال H 14. بقسم الاثنين فيها واحد، وال14 فيها 7، بصير 245 على 7. بحسبها ممكن بالقسمة المطولة، هي 245 تقسيم 7. 24 تقسيم 7 فيها 3، 3 ب7 21، نطرح 3 بنزل 5. 35 تقسيم 7 5. 5 في 7 35. بطلع الجواب النهائي هو 35 سنتيمتر. ما بحط تربيع. ليش ما بحط تربيع؟ لأنه عم بحسب أنا قاعدة، ما عم بحسب مساحة. بس وقت بحسب مساحة بحط تربيع. اللي جنبه، أعطانا القاعدة البي وأعطانا المساحة، معناها المرة بده اتش، معناتها اتش هي المجهولة. شو قانون اتش؟ بحط اتش يساوي 2A على B، ويساوي الاثنين ضرب A عندي إياها 256 ونص، البي 27. هلا هون لاحظوا شلون الاثنين وال 27 ما بتختصر، و256 ونص على 27 ما بتختصر. فهون بضرب بعدين بقسم قسمة مطولة. 2 ضرب 256، 513 تقسيم 27. يلا بنقسم هي قسمة مطولة. بنقول هي 513 تقسيم 27. شو بيطلع معنا الجواب؟ ال 51 فيها مرة واحدة، واحد بواحد و27 بيطلع 27، نطرح 51 ناقص 27، بيطلع معنا الجواب 24. هلا بننزل الثلاثة. 243 كم مرة فيها 27؟ خلينا مثلا نجرب 9 مرات. هي 27 ضرب 9. 9 في 7 63، 9 في 2 18، و6 24. فالجواب 243، معناها فيها 9 مرات. 9 في 27 243. مم. بالطرح بطلع معنا صفر، إذا الجواب هو 19 سنتيمتر. 19 سنتيمتر الجواب. طيب، لاحظوا شلون قال سوف يساعد عامل والده على تثبيت ألواح خشبية. ما مساحة الجزء المثلث؟ خلينا نعمل زوم هون. بنلاحظ هذا هو الجزء المثلث، فبده مساحته. مساحة المثلث A يساوي نص بي اتش، ويساوي نص البي شقد هي القاعدة اللي هي 7، ضرب الارتفاع هو هاد 4، ويساوي الأربعة فيها 2 واثنين فيها 1، بصير 7 ضرب 2 14 متر مربع. متر مربع، هون وحدة قياس متر، فبنحط متر مربع. طيب، هذول المسألتين نتركهم في حال دخلوا في الهيكل المسألة إن شاء الله. طيب، بنروح هلا على تمرين إضافي كمان، بنحل هيك حل سريع. عندنا التمرين الأول محلول، بنحل التمرين الثاني مباشر. A يساوي نص بي اتش